كتبدا القصه بواحد الجوكر دابا واحد السيد سميتو جون ما على بالوش وكمل طريقه وهو كيتمشى شي بنتو ايما ما عطاش الامر الاهميه ومشى حد عارف بلي غير اوهام. ومن بعد ما تخلى عليهم هي امها وهي صغيره ومشى تزوج واحده اخرى وولد معها بنت سميتها جيس وما شافهم هادي اعوام وما كيسواش فيهم وكمل طريقه. ملي وصل فوق واحد القنطره وهو كيتصل ببنتو ايما وبدا كيبكي عليها ويطلب منها السماحه حيت تخلى عليهم وهي صغيره. كيترجى تسمح ليه وهي ما بغاتش تسمع ليه وتسامح ليه، قطعات عليه وبقى كيبكي حيت ما سامحاتش ليه. وجا داك الجوكر وهو كيواسيه وقال ليه جون باللي ما بغاش يسمح ليه. كيبان على الجوكر باللي شخصيه شريره وكيضحك عليه وكنعرفوا باللي هو اللي كلفو باش يتصل ببنته ويطلب منها السماحه. وملي ما قدرش يكمل المهمه اللي كلفو بها وبعد شي شويه وسحب الكرافاده ديالو وهو كيجر فيها كنشوفوا باللي جون هو اللي كيتشنق ولاح من فوق القنطره وطاح في البحيره. النهار الثاني كنشوفوا باللي جون مات وداروا ليه جنازه وجاو بنات بجوج، وحده من بناته وقفات على التابوت وكيبان باللي بقى فيها الحال حيت با مازال عندها. البنت الاخرى ايما ما عطاتش الامر الاهميه حيت تخلى عليها وهي صغيره. موراها مشات تهضر مع امها تيليفون على الموت ديال باها. وفي نفس الوقت كنشوفوا صحاب جيسي جاو باش يعزوها وكيستغربوا حيت جات اختها ايما حتى هي حيت عارفين القصه ديالها. وفي قنت اخر مازالت ايما كتهضر مع امها وقالت ليها بلي غنبقى هنا شي ايامات ومن بعد غنرجع. وهي كتهضر شافت داك الجوكر كيشطح قدام القبر عطاش اهميه بزاف. وملي رجعت تشوف ما لقاتوش قطعت مع امها وخرجت من المقبره. جاو شي رجال خدامين في المقبره قالوا ليه مشي عليهم من هنايا ما داش فيهم وسرح رجليه فوق التابوت وطاسب من داك خونا وقال ليه الا ما مشيتيش غنتصل ليك على البوليس. طلع عليه الدم وقال لصاحبه يتصل على البوليس. الجوكر في هذه اللحظه عيط عليه مالك تدخلنا ولا شنو؟ هاد الساعه اللي غدوز دابا هي اكفى الساعه. وصاحبه كيصون على البوليس لقى صاحبه طايح على حجره ومات في نفس البلاصه. وهو كيخلف صاحبه شنو اللي قتلو لقى بلي السبال ديالو وكانوا مربوطين وشي واحد اللي ربط ليه السيور حتى طاح على الحجره. هو شاك في الجوكر ويلا بغى يسولو بدا كيتخنى ومشى حدا الجوكر وبدا كيضرب على ظهره باش زعما يخرج داكشي اللي يخنقو. وجبد من فمو تفاحه اللي كان خونا كياكل فيها وهي باش مات. الجوكر بحال ما دار والو مشى بحالو. في الليل كنشوفوا البنت ايما وهي خارجه من لوطيل اللي كانت ساكنه فيه وجات عند اختها جيسي للقهوه باش تدوي معها بداك الموضوع. وجبدات ليها واحد التصويره ديالها هي وباها وهي صغيره وقلت لها بلي ديما باها حاطه التصويره في جيبو زعما تبدل النظره ديالها تجاه باها. ولكن ايما قالت لها بلي ما عنديش اب حيت تخلى عليا وما قدرش يجي يشوفني ولا مره واحده. اعتذرت منها جيسي حيت فكرتها في الامر وخلاتها ايما وخرجت ومشات تخلص. وبدا عليها واحد الراجل اللي كان خدام مع باها 15 عام وهو ما كيبغيش يتجمع مع الناس وكيتجاهلهم وقال لهم مول القهوه صافي بارك على البنت من الكلام الخاوي. وفي الجهه اخرى كانت ايما ماشيه في الطريق في امان الله وخرج لها عاوتاني داك الشوكير. شفتي بنادم اللي ما كيداش في راسو وتابعها فين ما مشيت وما بغاتكش اصاحبي واش جبد ليها كارطه باش زعما تختار وتجاهلاتو مره اخرى. وتصحاب الايما باللي واحد من هذوك اللي كيحتفلوا بالهالوين خلعات وخلاتو ودخلات واحد المحل وقالتها المول المحل. والسيد اختار النفورس ما دادهاش فيه وشرات قرعه ديال الشراب وخرجات. وكيبان باللي الجوكر مازال كيقلب على طرف الخبز. لقى جوج خوت كيحتفلوا بالهالوين مشاو ياخذوا الشوكولات والحلويات. وشاف الاخ الصغير الجوكر مشى عنده وبقى عليه الجوكر بالخداع. وجا عنده هو الكبير وبقى الجوكر كيهز الاخ الكبير الحلويات وكيعطيها الاخ الصغير دار يدو في الكيس ديال الخو باش يجبد داكشي ديالو. وجبدات واحد الايد وكيبان باللي الايد ديال الجوكر بعيد مقطوع راه ديك بصح ايدي خلعه وجا طار ما تلفتش موراك جري. وفي الجهه اخرى كانت جيسي عطيها غير الكارو والتكييف ودارت فيلم ديال الرعب باش زعما تفرج على نفسها. وهي كتفرج الظل ديال شي حد في الشرجم سمعت تقان في الباب فتحات ولقات صحاب جايين عندها باش يدوزوا عندها هاد الليله. ملي دخلوا بداو كيدويو غير على الاشباح وسولوها واش تمشي معاهم المهرجان ديال الرعب. الاول ما بغاتش ايما تمشي معاهم على داكشي اللي يلا وقع ليها من مول ديال باها. ودخلات بيتها وبقات كتشوف التصويره ديال باها شويه غبروا من التصوير مع الصوت ديال باها موراها ما داتهاش فيه حيت عارفه غير اوهام اللي كيجيوها من كثره كيف انت راه السيده كضرب شي 15 في النهار بزاف. ودخلات وخرجات عند صحابها وقالت لهم بلي غنمشي معاكم دابا غنمشي معاكم راه دخلات والله الا دخلت. وفي الجهه اخرى كانت ايما كتمشى والسيده كتمشى سكرات باينه فيها
فيها سكرات. خرج ليها عاوتاني الجوكر تسير صاحبي تا في الجهه الدراك، تعصبات وتفعاتو وطاحت ليها القرعه. والجوكر كيقلب في الدجاج وجبد منها واحد الطريفه. طلعت ايما صحاب لها باللي غيقتلها وقالت لها شوف انا ما خايفاش من الموت، نجيك من الاخر ما خايفاش من الموت يا بنت الحرام، هادشي اللي كدير في راسك ما خايفاش من الموت. وصدمها السيد وجرح بها راسو وعمرها بالدم ديالو وهربات وجريت الطار ما تلفتش مورا وهربات ودخلات مع داك المحل عاوتاني. قالت لمول المحل وقال لها خرج عليا ولا غنعيط على البوليس. دخلت مع الحمام وغسلات عليها والسيد دارها بصح فرط في النعمه وعيط على البوليس. وجات عندهم ايما وقالت لهم على داكشي اللي دار المهرج، ما تيقوهاش وخرج لهم المهرج من موراهم. منين جاي ما تسولونيش الله اعلم. والسيد خرج وهو كيشير الايما هاني جيت ما نخليكش تندي النمر زعما الدراري نشرقك الدراري ما تفهمونيش غلط. قلعت ايما ومشات تخبى مور البوليس. قالوا لي البوليس من نيتهم حيد القناع نشوفوك شكون انت باش نقتلوك. منين جبتوا هذا التفسير العميق ديال قرب من البوليس ومنهم بجوج فضوا جا المحل. والبوليس الاول حيد ليه راسو الساحه ديالو هذاك الشيء فيها بركه داك طاح. هرب داك خونا من المحل وتبعاتو ايما ولكن ما عندوش الصار ما عندوش كلات بشي حاجه وضربت واحد كوتسيزو ومشات للعالم الاخر. وزع عليه البوليس الثاني سلاح وهو ضربه بالرصاصه الاولى. السيد شدها بجوج الصباعات وطيرها بحال الا غير شي لعبه كيلعب بها. والسيده ايما اضطرات تخرج من المحل بمعاناه اسطوريه. خونا سال من البوليس وخرج بحال الا ما داير والو. وفي الجهه اخرى كنشوفوا جيسي ماشيه مع صحابها المهرجان وتفرقوا وشافت جيسي صاحبتها داخله مع واحد الباب على شكل الوجه ديال الجوكر. عيطات عليها وما سمعتهاش وتبعاتها وشافت الدميه معلقه وتصحاب ليها باللي صاحبتها وهي كتفكر بالسيناريو اللي وقع لباه وهي كتغوت. حط عليها شي واحد يديها وتخلعات ديال بصح ودوراتها صاحبتها وشافت باللي صاحبتها غصبات عليها وخلاتها تما. وتبعاتها صاحبتها وكطالب منها السماحه وقالت لها اختنا جيسي باللي ما بقى عندي حتى شي واحد لامي لبا واختي ما بغاتش تسمعني. وتناد من الحال مع ديك صاحبتها ومشات تعنقها واسيا وتقول لها باللي مازال عندك الاصدقاء ديالك في السراء والضراء. لا الدراري غير في السراء اما الضراء تلقى معاك شيبك. مشاو عند صحابهم وهي غير ساكته وقالت صاحبتها لداك الدري اللي سميتو ليون رد معاك البال مع جيس غنجي دابا غنشي شي حاجه وغنرجع. وهي شافت باها عاوتاني هذا المره وقفات ومشات عنده وشافت كيلعب مع النسخه ديالها وهي صغيره. دارت مع داك السيناريو وليون جا عنده داك الجوكر وبقى عليه بالخداع وبدا يدير ليه في الخداع. حط ليه شي ثلاثه ديال الاكواب ديال الميك الدراري ويلا قال لي يلا اختار شي خنت وبدا كيدور في الاكواب. الاولى ما جات فيها حتى شي حاجه والثانيه جاو فيها السنان ديال خونا ليون مشاو ليه السنان ما جا فين يستوعب الصدمه. لقى حتى عينو مشات ليه سيد عامر بالدم وشافته اختنا من بعيد جات كتجري وطاح ليون ومات. وصاحبته الثاني كتغوت لجيسي باش تهرب. جا حداها الجوكر وقتلها حتى هي. يلا سير الاخره خلينا من داك. وصاحبتها الثانيه كتعيط عليها وحتى هي خلقها السيد من البعيد. بالجهه اخرى كانت ايما مازال كتهرب مازال وهرب الطار ما تلفتش موراك. وقفات وصونت عليها امها وقالت لها فين هي ايما اللي كنعرف واللي كتخاف من الجوكر. تصدمات ايما كيفاش عرفت امي على الجوكر وهي دورات راسها وعرفات بلي الجوكر اللي كيهضر معاها من التليفون وتعصبات عليه وبقات عليه تبن لك والف مره تبن لك. يضحك عليها وقال لها تمشي من هذا الطريق ولقاتها بحال القنطره اللي مات فيها باها. ولقات باها تما وقال لها بلي انت اللي السبب حتى متانا كان عليك تموتي انت ماشي انا حيت طلبت منك السماحه وانت اللي ما سمعتينيش. حيد القنبه اللي كانت شنقاء ودارها ليها هي وعاود الايمه بحال السيناريو اللي داز مع باها وتحت في البحيره ولكن كانت حاسه بلي هاد الشيء اوهام. وقفات ولقات راسها في المقبره اللي مدفون فيها باها وخرجت لها النسخه ديال اختها وهي صغيره وقالت ليها بلي تلفات على باها واش غتعاونيني. ما داتهاش فيها ايمه كما كنعرفوا على ايمه متلفه الاوساخ وخلاتها ايمه
وشافت عاوتاني النسخه ديال اختها الصغيره وبا داخلين في واحد الدار ديال المهرج، وخرج ليها المهرج وقال ليها تبعوهم عاوتاني، ومشات موراهم ايما لقات باها كيلعب مع اختها الصغيره وقال لها با بلي عارف بلي حتى انت بغيتي نلعب معاك بحال اختك الصغيره، ولكن اضطررت نخليكم عندي شي مشاكل وخليتكم بنتي، وملي ندمت وطلبت منك السماحه انت ما سامحتينيش. هز واحد الموس وضرب به راسو، وجات عندها اختها جيسي بالهيئه ديالها الكبيره، خدات داك الموس وعطاتها ليها وقالت ليها قتلي به راسك. ايما عاقت بالقلب وعرفات بلي هادشي كانوا اوهام، وجدات داك الموس وقتلات بها اختها، وكينتقل بين المشهد لبلاصه اخرى ولقات اختها كتموت قدامها، وخدات ايما الموس وبدات كتضرب في الجوكر وقالت ليه بلي داكشي اللي بغيتي ما غاديش يتحقق، حيت بغيتي نقتل راسي بسبب تأنيب الضمير والندم، ولكن انا عاقت بك وربحت في التحدي. في النهار الثاني مشات ايما حدا قبر ديال باها وقالت ليه بلي انا ما ندماش على حتى شي حاجه درتها، وانت اللي تخليتي علينا وانا غنكمل حياتي بحال قبل. قف عليها عاوتاني الجوكر ولكن ما داتهاش فيه، مشات عند اختها ولقاتها مع صحابها اللي باقيين حيين. داك الشيء كله غير اوهام باش تقتل راسها، ولكن قدرات ايما تعاقب القالب. حتى هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيلم. الا عجبكم الفيديو متنساوش اللايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو، ونخليكم تهلاو.